السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم قناة بنت الداري مع فيديو جديد أو وصفة جديدة كما عودتكم. وإن شاء الله يا ربي مع بعضياتنا في جديد تاع الوصفات السهلة والاقتصادية والسريعة والجديدة والحيل والأفكار المنزلية اللي تساعدكم في روتيناتكم اليومية. وقبل ما نبدأ كما العادة نقولكم أحبائي صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبغيت نرحب بالمتتبعين الجداد اللي جاو نقولكم أهلا وسهلا بكم معنا، بكم تكبر لمتنا وتزيد عائلتنا إن شاء الله. واللي مازال ما داروا اشتراك تاني نرحب بكم ونقول لكم فضلا وليس امرا ديروا اشتراك وفعلوا الجرس ليصل لكم كل جديد. دروك احبائي ما تنسوش تضغطوا على اللايك. اليوم على بركه الله جبت لكم وصفه فلفله والفليفله المحشيه. اللي ما يكونش يبغي الفلفله يولي يبغيها بهذه الطريقه. واحد الوصفه اقتصاديه وتجي عسل بنينه بزاف بزاف. يلا تبعوا معايا خطوه بخطوه باش ما تروح لكم حتى حاجه. كما راكم تشوفوا هنا بالنسبه للمكونات راهي عندنا الفلفله تاعنا، عندنا الطماطم، وعندنا بولياشي. انا غادي هنايا كنت رحيت صدر تاع الدجاج، يعني نصف صدر برك تاع الدجاج كنت رحيته على خاطر غادي نعمروها بالبولياشي والروز اللي كنت غليته وراه يبرد على جهه. شوفوا خواتاتي، انتيا تقدري اذا ما كانش عندك بولياشي تقدري ديري الطون عادي، تقدري تعمريها بالطون تاني تجي ما شاء الله طون تاع الزيت هكا خواتاتي. وعندنا لي زيبيس تاعنا. ودوك نقول لكم بالحاجه شا غادي نحتاجو في التوابل. شوفوا هنا خواتاتي غادي تفتحي كيما هكا الفلفله تاعك كيما راكم تشوفوا، تقلعي لها هذاك الراس تاعها، تخويها، تغسليها وراهي واجده باش تتعمر. ومن جهه كيما راكم تشوفوا راني كاع مجابده ربعه تاع عفوا 3 تاع طماطم، هادوك نديرو بهم لاصوص نتاعنا. شوفوا لي خواتاتي، هنا مع نصف صدر تاع الدجاج درت بول كيما هكا تاع روز مغلي. كيما راكم تشوفوا الروز راه مغلي حبه بحبه، ما راني ديرت له لا ملح لا والو، غليتها غير في الماء وراه حبه على حبه. وهنا نجو للتوابل. الحاجه الاولى خواتاتي عندنا مغرفه كبيره تاع لا شالبليغ تاع الخبز المرحي اللي يكون محمص ومرحي، يعني الخبز يابس العادي خواتاتي. وعندنا هنايا كنت درت نصف مكعب جامبو، وعندنا مغرفة صغيرة ممسوحة تاع كمون، وعندنا مغرفة صغيرة ممسوحة كذلك تاع فلفلة حمراء حلوة، وعندنا مغرفة صغيرة ممسوحة تاني تاع الثوم. هنا الثوم خواتاتي انا ما كانش عندي حب، على هذيك درت المرحي معليش. وعندنا تاني مغرفة صغيرة ممسوحة تاع البصل. اذا ما كانش عندك بصل مرحي ديري ربع هكا بصلة صغيرة رابيها وديريها فيه، وديري رشة تاع الفلفل الاسود ورشه تاع الملح. كيما نعرفوا باللي جامبو يجي مالح، على هذيك ما تكتريش الملح هكا خواتاتي. ومن بعد خلطي هذوك المكونات كيما هكا. شوفي كيفاش يعني تخلطوا لنا كامل ميم اللون تبدل لنا وراهي واجده باش تتعمر. هذه لافاخس نتاعنا شفتوا كيفاش راني نشكل فيها اكعابيش كي شغل غادي ديريها كيما احنا نقولوا سيجارات، ولكن يكونوا كيما احنا نقولوا اغلاط، وباش تدخليهم في هذيك الفلفله نتاعك. قلت لكم هذه الوصفه عباره عن فلفله محشيه تجي روعه روعه مع هاد التتبيله وهاد لافاخس اللي عطيتها لكم، تجي ما شاء الله. تقدري تاني حبيبتي اذا كان عندك فيونداشي تقدري تستبدلي البولياشي بالفيونداشي، قلت لكم هذا الشيء يبقى اذواق. شوفوا لي هنايا بعد ما حشيت هذوك الفليفلات تاعنا كيما هكا غادي عفوا نبداو نقلو فيهم. هنا بالنسبه للقليان دوك تشوفوا كيفاش الطريقه، يعني ما غاديش تحطيهم ديريكت كي شغل ما تحطيهمش على الجهه تاعهم هذيك كيما حنا نقولوا جهه الفلفله، لا ماشي على الجلفه تاع الفلفله، غادي نحطوهم على ريسانهم تما على هذاك لافاخس اللي خدمناها. هنا خلي الزيت تاعك يحمى شويه كما راكم تشوفوا راني درت كميه معتبره من الزيت. يعني خواتاتي ديما كما نقولها لكم راني صورت لكم يعني خطوه بخطوه، جربت ما نطول لكمش الفيديو بزاف باش ما يجيكمش طويل وتكرهوا، وكي شغل تاني باش تفهموا كلش. هنا بعد ما حملنا الزيت شوفوا لي كيفاش حطيت الفلفله تاعنا بهذا الشكل، يدو هذيك التحميره كما هكا
ونحس بلي تقلاو وكيما حنا نقولوا بداو يتكمشوا لنا من الفوق. هنا ما تزيدي لهمش بزاف حبيبتي، اذا تبغيهم كيما حنا نقولوا ماشي طايبين غايه كيما حنا الفلفله والدنجال نبغوهم تقريبا شويه وينحرقوا كل واحد بالقو تاعه. انت يا حبيبتي ننصحك انك ديريهم كيما حنا نقولوا شويه شويه، نقصي الاخر تاعك وما تخليهمش يطولوا بزاف. ومن بعد عاد نقلبهم على القشره. ومن جهه واحده اخرى كما راكم تشوفوا في المقله الزاوجه غادي نخدم لاصوص. هنا بالنسبه لاصوص خواتاتي ما كانش عندي قلت لكم الثوم حب، تما تاني درت شويه تاع الزيت هكا، قيس 2 مغارف كبار تاع الزيت في المقله تاعنا، ودرت قيس مغرف صغيره تاع الثوم المرحي في مع هذاك الزيت، غير شويه غير تحطيه بعدا يتحمر لك بالخف. وكنت يعني رحيت في الاشوار هذوك 3 حبات تاع الطوماطيس ودرتهم فوقه كيما هكا فوق هذاك الثوم مع الزيت. ومن بعد زدت عليهم قيس غير على راس المغرف ما كترتش فلفل اسود وكمون. ومن بعد جبت هنا ماء كان يعني مغلي، زدت له شوفوا غير هذيك الاشوار اللي رحيت فيها ما شللتهاش غير عليها، وزدت هذاك الماء وزدت مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، وزدت رشه تاع الملح ما تكتروش الملح، وزدت هنايا ورقه تاع رند. هذا ما كان خواتاتي تبغي هنا تزيدي المعدنوس زيدي المعدنوس حبيبتي، وخليها التكتك هذيك لاصوص تاعك كيما حنا نقولوا الطيب على راحتها. وانتي راكي لاهيه منها مع الفلفله تاعك راكي تقلبي فيها على كيما حنا نقولوا الجهات نتاعها كل خطره هكا. كاين اللي يبغيها كيما هكا يبغيها كيما حنا نقولوا ماشي محمره بزاف. نقول لك يعني هذا الشيء اذواق خواتاتي. قلت لكم حنايا الدنجال نبغوه محروق والفلفله تاني كذلك نبغوها بريسك ماشي محروقه يعني بهذا الشكل. شوف لي خواتاتي هنا بعد ما قليتها الله وش نحكي لكم على واحد الريحه هنايا ما شاء الله، ما هذاك الجو. جربوها صح وما غاديش تندموا. بعد ما كانت لاصوص تاعنا يعني طابت وشفتوا كيفاش يعني خليتها تعقد بعد ما فتحت عليها شويه عقادت شويه، وحطيت عليها دوك الفليفلات وهذاك الماء اللي هكا تاع الفلفله ما قصتهش، زدتها على هذيك لاصوص تاني هذاك البنه كاع راهي تم. ومن بعد جبت هادو الجويه هذا الحار خواتاتي كيما نقولوا له حنايا، ونقصته كيما هكا بالخدمي باش كي نحطه ونقليه ما يطردقناش. البنات ما تحطوهش كيما هكا كيما حنا نقولوا بلا ما تنقزوه بلا ما تحفروه شويه كيما هكا غادي يطردق لكم وقادر يحرقكم، فهمتوني البنات؟ كيما هكا وغطي عليه وخليه يتقلى. وهنايا كانت كيما هكا خليتها تكتك شويه هذيك الفلفله مع لاصوص وراها واجده للتقديم. شوفوا لي الله يبارك المنظر. هنايا بعد ما غادي نحطوها ونزينوها يعني تاني التزيين راه يلعب دور كبير. وما شاء الله قلت لكم واحد البنه نتمنى صح تجربوا هذه الوصفه. دي فوا كيما هكا الفلفله نكرهوها تقولي نديرها غير مقليه تكرهي منها، ولا ديريها كيما حنا نقولوا حميس، ولا تبدلي ديري شكل جديد ديري ذوق جديد. ديجا كيما هكا غادي يتبدل كامل الذوق تاعها، تقولي هذه غير فلفله يعني هذه فلفله مقلشه، نقول لك واه هذه فلفله مقلشه وما شاء الله في البنه. قلت لكم اخواتاتي وماشي لازم بولياشي ولا فيونداشي، كون تشوفوا كيش تجي انا موالفه بعد نديرها بالطون والروز تجي روعه. ديري هكا بواط ولا 2 بواط تاع طون اويل، وزيدي معاهم هكا بول ولا 2 بول تاع الروز مغلي تجي روعه. شوفوا لي هنايا ما شاء الله. زدت دريت عليها كيما هكا المعدنوس وقطعت البصل دي بتي كاغو. كنت فتحت معاكم هنايا المقطع راه غادي يجي يدروك كيفاش فتحت معاكم هنايا الحبه تاع الفلفله تاعنا. قادر حتى كما حنا نقولوا تحطيها تقطعيها دي غونديل وتحطيها تاني تجي روعه في الشكل. تبغي تزيديها كيما هكا معاها لي فريت هكا ديريها دي غونديل هكا ودوري عليها لي فريت يجي هكا طابق في الطاوله تاعك. الله حتى في الطاوله تاع رمضان دي فوا نتشهاو الفلفله وكيفاش ديريها كيما هكا يعني شكل جديد وبنين بزاف. وكانت هذه هي وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تنال اعجابكم وان شاء الله تردوا لي ارائكم في التعليقات. وبقى لي غير نقول لكم
نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد أو وصفة جديدة بإذن الله. وما تنساش أحبائي كما وصيتكم التعليق والجام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.